هلو. ابتدي اشتغل بألوان المية. يلا بينا نلون مع بعض. هحتاج طبقة عشان اخفف فيه الألوان، وهحتاج فرشة وسط. هحتاج ألوان المية أي ماركة انتوا تحبوها أو تفضلوها. أنا هختار درجات الأصفر والأحمر. هبتدي باللون الأصفر عشان عاوزة أعمل نحلة لونها أصفر طبعا. واحدة واحدة بين الخطوط الرفيعة أدخل اللون، ولو في حاجة زادت مني ممكن أشيلها بالمنديل بسرعة. ميزة ألوان المية إنها ما بتأثرش على الحرق وبتدي لون وتأثير حلو. ودلوقتي هشتغل باللون الأحمر على الوردات، وشوية ممكن أزود اللون الأزرق والأورنج معاها. وطبعا زي ما بقولكوا على طول استمتعوا بالألوان وبالتلوين، لأن ده اللحظة الوحيدة اللي بيسكت فيها العالم من حوالينا. ما بيفضلش بس حوالينا غير الإبداع والهدوء. هيكون شكلها النهائي.